الدولة العثمانية. كيف حول عثمان بن أرطغرل نظاماً قبلياً إلى إمارة أنتجت إمبراطورية؟ أصل العثمانيين إلى قبيلة قايي، وهم جماعة من قبائل الغز التركمانية التي كانت تسكن وسط آسيا، لكنها تعرضت للغزو المغولي فأجبرت على الترحال ناحية الغرب باتجاه الأناضول، حيث استقرت هناك تحت حكم دولة سلاجقة الروم عام 1123 ميلادية. وكان قائدهم سليمان شاهين تقلبهم من منطقة إلى أخرى، فبعد استقرارهم في الأناضول قرر الترحال باتجاه حوض الفرات، إلا أنهما تغرقا أثناء عبورها النهر، وانقسمت القبيلة بعد موته إلى فريقين، فريق قرر العودة إلى الموطن الأصلي وسط آسيا، والفريق الآخر قرر العودة إلى الأناضول بقيادة أرطغرل بن سليمان شاه، واتحق أرطغرل من معه الخدمة الدولة السلجوقية والقتال معها وتحقيق أمجادها. وفي كل مرة كان السلطان السلجوقي يعطي أرطغرل بعض الأراضي في منطقة أنقرة، إلى أن توفي أرطغرل عام 1281 ميلادياً، وخلفه ابنه عثمان الأول بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية. مرحلة التأسيس 1299 إلى 1451 ميلادية. تبدأ هذه المرحلة منذ تولي عثمان قيادة القبيلة بعد أبيه، وإعلانه الاستقلال عن السلاجقة بعد هزيمتهم أمام المغول، وتستمر المرحلة حتى نهاية حكم مراد الثاني الحاكم السادس للدولة العثمانية. وفي هذه المرحلة تأسست الدولة العثمانية واستقلت وأنشأت جيشها النظامي، ووحدت الأناضول تحت قيادتها، وفتحت مدن البلقان، ووصلت إلى وسط أوروبا، وعقدت معها الدولة البيزنطية الهدن والمعاهدات، وأصبحت دولة ذات سيادة مستقلة وذات شأن بين الدول. مرحلة القوة والتوسع 1451 إلى 1595 ميلادية. تبدأ هذه المرحلة خلال فترة حكم محمد الفاتح، وهو سابع حكام الدولة العثمانية، وتستمر حتى نهاية حكم سليمان القانوني، وفيها توسعت الدولة العثمانية توسعا كبيرا، وفتحت القسطنطينية اسطنبول أهم معاقل الدولة البيزنطية على يد محمد الفاتح، وتم إخضاع الشيعة الذين ثاروا في آسيا الصغرى على يد السلطان سليم. وانتقلت الخلافة من الدولة العباسية إلى الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم، وتم إنهاء حكم المماليك وفتح مصر والحجاز واليمن والشام والمغرب الأوسط، وتوحيد حكم كل هذه المناطق تحت الدولة العثمانية التي ضمت إلى سيادتها كذلك أجزاء من أوروبا الشرقية. وشهدت الدولة في تلك الفترة تنظيماً سياسياً وقانونياً وترسيخاً للعدالة، وتطوراً حضارياً وثقافياً، وانفتاحاً على مختلف العلوم والفنون والآداب، واهتماماً بالعمارة وتشييد القصور وفتح الطرق وإقامة الجسور، وانتعاشاً اقتصادياً عاماً نتيجة للسيطرة على الأراضي الزراعية والطرق التجارية. مرحلة الركود والتوقف من سنة 1566 إلى سنة 1774 ميلادية، وتمتد هذه المرحلة منذ حكم سليم الثاني خليفة سليمان القانوني وحتى توقيع معاهدة كاينارجة، والتي تنازلت بموجبها الدولة العثمانية عن كثير من أراضيها لصالح روسيا. فبدأت في هذه المرحلة مظاهر الضعف تظهر على الدولة، وانهزم الأسطول العثماني في المعركة البحرية أمام الجيش الأوروبي في عهد سليم الثاني. وعلى الرغم من توسع الدولة العثمانية شرقاً خلال هذه المرحلة، فإن سلاطينها لم يكونوا على ذات القدر من القوة والهيبة، وبدأت التنازلات عن أجزاء من الدولة لصالح الدول الأخرى ومحاولات استعادتها. وحاول بعض السلاطين إعادة الهيبة للدولة مثل السلطان محمد الرابع، إذ قامت القوات العثمانية في عهده بالهجوم على بلاد المجر وتهديد فينا والاستيلاء على أوكرانيا، إلا أنه بعد عزل محمد الرابع عمت الفوضى من جديد، وتوالت الهزائم، واحتلت أجزاء من الدول الأوروبية وبلاد البلقان.
وتميزت هذه المرحلة بمحاولة استعادة المناطق والدول التي سلبت من الدولة، ولم تفتح أي مناطق جديدة. وقامت عدة حروب مع روسيا انتهت بتوقيع معاهدة عام 1772 مقابل تنازل الدولة العثمانية عن كثير من الأراضي لصالح روسيا، وغرقت الدولة العثمانية في الضعف. مرحلة الضعف والانحلال من سنة 1774 إلى سنة 1918 ميلادية. بعد تسلم السلطان سليم الثالث الحكم، حاول إجراء إصلاحات عامة للدولة والجيش، واستغل انشغال الدول الأوروبية بالحرب لتنظيم جيشه وتحديثه، وتحالف مع الإنجليز للقضاء على حملة نابليون على مصر، وتمكن من ذلك. إلا أنه لم يستطع القضاء على الإنكشاريين الذين عمدوا إلى إشعال الفتن في الجيش باستمرار، وتمكنوا في النهاية من عزل سليم الثالث وقتله، ومن ثم ثاروا على مصطفى الرابع وعزلوه، ونصبوا مكانه أخاه محمود الثاني. واستقلت عدة دول أوروبية عن الدولة العثمانية في عهد محمود الثاني، وبدأت روسيا في حربها على العثمانيين، واحتلت البغداد والأفلاق، واحتلت فرنسا الجزائر. وقام والي مصر محمد علي باشا بتوسيع رقعة نفوذه لتشمل الشام وفلسطين ومدن الساحل اللبناني، ووصل إلى الأناضول وألحق هزيمة بالجيش العثماني. واستعان السلطان محمود الثاني بروسيا لصد هجوم الوالي المصري، وتدخلت دول أوروبا لعقد صلح بين والي مصر والسلطان العثماني. وحاول هذا الأخير استعادة الأراضي المصرية وبلاد الشام من والي مصر، إلا أن الهزيمة لحقت بالجيش العثماني، وتوفي محمود الثاني وخلفه عبد المجيد الأول، الذي حاول استعادة الأراضي الشامية بالتعاون مع البوارج البريطانية والنمساوية. عادت مدن الشام إلى الدولة العثمانية، وعقدت بعدها اتفاقية بين الدول الأوروبية والدولة العثمانية سميت اتفاقية الندن للمضائق، أرست نظاماً للمضائق ظل مطبقاً حتى الحرب العالمية الأولى. ووقعت في عهد السلطان عبد المجيد الأول الكثير من الفتن الداخلية، وسميت الدولة بدولة الرجل المريض نتيجة لتراجعها وكثرة انقساماتها الداخلية وضعفها. وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني قامت الأزمة الأرمينية، إذ طالب الأرمن بتحسين أوضاعهم وحاولوا القيام بثورة، إلا أن السلطان أرسل جيوشه إليهم وهزمهم. وحاول اليهود إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، إلا أن السلطان أصدر فرماناً منع فيه هجرة اليهود إلى فلسطين، لكنه اضطر للتنازل عن الحكم لأخيه محمد رشاد الخامس، الذي لم يكن له الحكم الفعلي للدولة، إذ كان الحكم بيد الجيش. وخسرت الدولة العثمانية ليبيا آخر معاقلها في أفريقيا، ثم قامت حرب البلقان الأولى، وفقدت معها الدولة العثمانية ما تبقى من أراضيها في البلقان، وأدت إلى انسحاب مئات الآلاف من المسلمين إلى تركيا. وحين قامت الحرب العالمية الأولى من سنة 1914 إلى سنة 1918 ميلادية، تحالفت الدولة العثمانية مع ألمانيا ضد روسيا، فقام الحلفاء بحملة عسكرية ضخمة على شبه جزيرة غاليبولي بهدف إنشاء ممر بين البحرين الأبيض والأسود والاستيلاء على القسطنطينية لإنقاذ روسيا من عزلتها وتطويق ألمانيا. غير أن هذه الحملة فشلت، وانهزم الأسطول الإنجليزي، وكانت كارثة كبيرة للحلفاء، فعمدوا إلى مهاجمة الدولة العثمانية في ممتلكاتها في الشرق الأوسط، كما استولوا على الممتلكات الألمانية في الشرق الأقصى والمحيط الهادي. وتم تجيش العرب ضد العثمانيين بالاتفاق مع بريطانيا مقابل منحهم استقلالهم. وثار شريف مكة حسين على العثمانيين فأخرجهم من الحجاز، وشارك القوات البريطانية للسيطرة على بلاد الشام. وخسرت الدولة العثمانية الكثير من أراضيها، وأبرمت معاهدة مودروس مع الحلفاء، وخرج بموجبها العثمانيون من الحرب. بعد الحرب العالمية الأولى مرحلة السقوط، وبعد أشهر من توقيع المعاهدة
هاجم الأسطول البحري للحلفاء موانئ البحر الأسود وسيطروا عليها، واحتل الحلفاء الأراضي التركية. فقامت ثورة وطنية ضد هذا الاحتلال بقيادة مصطفى أتاتورك، الذي رفض الاستسلام للاحتلال اليوناني في إزمير، ثم استقر في أنقرة وأعلن أن حكومتها هي الحكومة الشرعية، وسعى لإقامة حكومة وبرلمان جديدين، وفرضت على السلطان معاهدة سيفر ووقع عليها مرغما عام 1920. وبموجب هذه المعاهدة انتقلت معظم المناطق القريبة من إسطنبول إلى اليونان، وأصبحت سوريا تحت سلطة الاحتلال الفرنسي، والعراق وفلسطين وشرق الأردن تحت الاحتلال البريطاني. ولكن مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه رفضوا تلك المعاهدة وبنودها، وجرت عدة معارك بين المقاومة التركية والقوات اليونانية، وانتهت بتحرير الأراضي التركية وتوقيع معاهدة لوزان التي أنهت شروط معاهدة سيفر. وبذلك انتهى حكم الدولة العثمانية، وأعلنت تركيا جمهورية رسمية عام 1923 ميلادية. أبرز قادة الدولة العثمانية: عثمان بن أرطغرل 1299 إلى 1326 ميلادية، وهو مؤسس الدولة العثمانية. استطاع تحويل النظام القبلي إلى إمارة، وإعلان الاستقلال عن الدولة السلجوقية، وتوطيد علاقاته بالإمارات التركمانية حوله. ولقب نفسه بادشاه العثمان، أي عاهل آل عثمان. وحين وفاته عام 1326 ميلاديا كانت مساحة إمارته تبلغ 16,000 كيلومتر مربع. أورخان بن عثمان 1326 إلى 1362 ميلاديا. فتح بورصان في بداية حكمه، وهي أهم مدينة بيزنطية في الأناضول، واتخذها عاصمة لدولته. كون جيشا نظاميا متفرغا للقتال، وأعلن الاستقلال الرسمي للدولة العثمانية عام 1335 ميلاديا بعد سقوط الدولة الإلخانية. أمر بكتابة القوانين وسك العملة، وحول إمارته إلى دولة. وعبر بالعثمانيين إلى الشاطئ الأوروبي عام 1352 ميلاديا. وقد وصلت مساحة الدولة العثمانية عند وفاة أورخان 95,000 كيلومتر مربع. مراد الأول بن أورخان 1362 إلى 1389 ميلاديا. فتح أدرنة، وهي أهم مدينة في الأناضول بعد القسطنطينية. ثم فتح مدن البلقان، وأدخل العثمانيين إلى 5 دول جديدة، هي بلغاريا وصربيا وألبانيا وكوسوفو ومقدونيا. وزادت مساحة الدولة العثمانية في عهده إلى 500,000 كيلومتر مربع. بايزيد الأول 1389 إلى 1402 ميلادية أكمل فتوحات البلقان بانتصارات كبيرة، ووسع إمارته نحو وسط أوروبا وغربها. وصلت مساحة الدولة العثمانية في نهاية عهده إلى 942,000 كيلومتر مربع، إلا أنه هزم أمام التيموريين وأسر، وأدى ذلك إلى تمزيق الدولة وتشتتها من بعده. مراد الثاني 1421 إلى 1451 ميلاديا، وهو الحاكم السادس للدولة العثمانية. ساعد على استقرار وضع الدولة، وحقق انتصارات عدة على الدولة البيزنطية، مما اضطرها إلى عقد هدنة معه. وانتصر على المجر وصربيا، وعقدت معه البندقية هدنة واتفاقات جارية بعد حصار دام 5 سنوات. وأعلنت البوسنة في عهده التبعية للدولة العثمانية. محمد الثاني المعروف أيضا بمحمد الفاتح حكم من عام 1451 إلى 1481. فتح القسطنطينية التي تعرف اليوم بإسطنبول في عام 1453 منهيا بذلك حكم البيزنطيين. أعلنها عاصمة للدولة العثمانية، وأطلق عليها إسلام بول، والتي تعني مدينة الإسلام. محمد الفاتح لم يكتف بذلك، بل فتح أيضا بلاد الصرب
وبلاد المورا والأفلاق والبغدان والبوسنة والهرسك وطرابزون. للأسف وافته المنية قبل أن يتمكن من فتح إيطاليا. سليم الأول الذي حكم من عام 1512 إلى 1520 كان تاسع سلاطين العثمانيين. حارب الشيعة وأخضعهم لحكمه ووحد الأمصار الإسلامية. فتح القاهرة وضم مصر والحجاز واليمن والشام والمغرب الأوسط إلى حكمه بعد معارك متعددة. في عهده انتقلت الخلافة الإسلامية من الدولة العباسية إلى الدولة العثمانية بعد تنازل آخر خلفاء الدولة العباسية محمد الثالث المتوكل على الله عن الخلافة للسلطان سليم الذي أصبح أميراً للمؤمنين وخليفة المسلمين. استطاع السلطان سليم جعل الدولة العثمانية قوة إقليمية موحدة وكبيرة. سليمان القانوني الذي حكم من عام 1521 إلى 1566 شهد عهده العهد الذهبي للدولة العثمانية. تميزت هذه الفترة بالقوة العظمى والاستقرار والثروة. أنشئ في عهده نظام قانوني موحد ونظم الموازنة العامة. شيد القصور والمساجد والمكتبات والمستشفيات والطرق والجسور. رحب بالفنون والآداب والعلوم المختلفة، ووسع الدولة العثمانية لتشمل مناطق من أوروبا الشرقية. سليم الثالث الذي حكم من عام 1789 إلى 1803 جاء إلى الحكم في وقت كانت الدولة بحاجة إلى إصلاحات داخلية في جميع المجالات. بذل جهوده لتنقية الطرق التجارية البحرية من القراصنة، وأصلح الثغور وأنشأ القلاع عليها. بنى عدة مراكب حربية حديثة الطراز، وجلب عدداً من المهندسين السويديين والفرنسيين لصب معظم قوالب المدفعية. استخدم الخبراء والضباط الفرنسيين لتدريب العساكر وتحسين قوة الجيش. حين قام نابليون بونابرت باحتلال مصر، تحالف السلطان سليم الثالث مع الجيوش الإنجليزية لطرد الفرنسيين، ونجح في ذلك وعقد معاهدة مع الفرنسيين. حاول السيطرة على الانكشاريين الذين سعوا إلى الفتنة في الجيش، لكنه لم ينجح في ذلك، حيث قاموا بثورة عليه. حاصره الإنجليز بسبب تحالفه مع الفرنسيين، واستطاع فك الحصار بعد مساعدة الفرنسيين. أججى الانكشاريون الفتنة في الجيش ضده، واستطاعوا عزله وأسره وقتله. عبد الحميد الثاني الذي حكم من عام 1876 إلى 1909 هو الحاكم الرابع والثلاثون للدولة العثمانية. قام بعمل إصلاحات داخلية للبلاد، ففتح مدارس للبنات، واهتم بزيادة عدد المدارس الثانوية والابتدائية. بنى محطة مواصلات وسكة حديد الحجاز وحول مؤسسة البريد والبرق إلى وزارة عام 1877. كما أنشأ بريد المدن عام 1901، وأنشأ بنية تحتية للهواتف في تركيا. أسس مستشفى للأطفال في شيشلي عام 1899، ودار للعجزة عام 1906. رفض توطين اليهود في فلسطين، وقضى على ثورة الأرمن. وبسبب الفتن التي قامت تنازل عن الحكم لأخيه محمد رشاد عام 1909.